السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. اليوم إن شاء الله في قناة مطبخ السيا كما قاعدين تشوفوا حنعملوا لي زيكلير بأبسط طريقة، يعني طريقة سهلة وناجحة ما تخافوش منها خلاه لهنا. لكن نسحقوا أهم حاجة تكون عندنا الميزان باه تجينا المقادير مضبوطة. أول حاجة واش عندنا 125 غرام تاع حليب، يعني عادي بحرارة المطبخ، و125 غرام تاع ماء، وأيضا نضيفوله 10 غرام سكر، وعندي ملعقة مملوءة تاع أكل فاني. كما تعرفوا الوصفة هذه فيها البيض، يعني مدابينا ما تجيناش يعني الرائحة تاع البيض. هذيك نحطو كمية كبيرة تاع فاني. وأيضا عندي رشة تاع ملح، يعني كمية صغيرة خلا. هنا الزبدة تكون بحرارة المطبخ، ما تكونش دايبة، تكون طرية فقط. عندنا 100 غرام زبدة. المكونات هذه كاملة نخلطوها مع بعضها ونحطوها على نار تكون متوسطة، ما نقويوش في النار حتى تذوب هذيك الزبدة وتوصل لمرحلة الغليان، ومن بعد نشوفوا كيف ما هنكملوا. لهنا بعد ما دابت الزبدة مع جميع المكونات وسخن الخليط نتاعنا تقريبا وصل لدرجة الغليان، لهنا نضيف الفارينة عندنا 150 غرام فارينة. الفارينة تاعنا من المستحسن ان نغربلوها هكا، يعني تعطينا نتيجة ملاحة. لهنا حنستعملوا ملعقة خشبية ولا تحبي ملعقة تاع سيليكون، يعني انتي وش عندك. ندخلوا هذيك الفارينة مع الخليط السائل هذاك. لهنا يعني نحيناها من النار وقاعدين نخدموا. كيما قاعدين تشوفون لازم نخدموها مليح قبل ما نعاودوا نرجعوها للنار. يعني نشوفوا طريقة الخلط أيضا ندوروا، وفي نفس الوقت نضغطوا بالملعقة، نرجعوها على نار متوسطة حتى طيب لنا الفارينة تاعنا. هنا كيما قاعدين تشوفوا لازم نضغطوا مليح باه نخرجوا جميع السوائل هذيك. لازم العجينة تاعنا تنشف مليح من السوائل، هذا حيساعدنا بعديك في الخدمة وحتى نجحلنا الوصفة. لهنا كي تتلم كرة واحدة، ولهنا نشوفوا انها العجينة بدات تلصق يعني في الكاسرونة ولا في القدر اللي حطينا فيه. لهنا نتوقفوا ونحيو العجين من على النار. يعني هذه ابسط طريقة هنا باه ما تخافيش على انه الباطير تاعك يفزد. لهنا نحكموا العجينة تاعنا، نحطوها على تحطها في بلاطو ولا في اي حاجة عندك، تعملها مليح، تفردها مليح باستعمال يعني بالمساعدة بالملعقة، وتخليها تبرد حتى يعني تدفى مليح، تتنحالها هذيك السخانة كاملة. ومن بعديك باه نبداو نخدموا فيها كيما قاعدين تشوفوا. لهنا نفردها مليح، هذا حيساعدها انها تبرد في وقت قصير. وبالاضافة يعني ما نهلكش الوحدة الباطير، يعني لانه عم بالنا لازم نضربوها بالباطير وهي سخونة حتى تبرد باه نبداو نضيفه في البيض. هنا كيما قاعدين تشوفوا هي يعني طريقتها سهلة جدا، لكن في الإعداد تاعها لازم نشيحوها مليح من الماء، وأيضا كمية البيض اللي نزيدوهم بعديكا هذا هو يعني المهم. الكمية اللي عطيتها لكم تاع الماء والحليب والفارينة تحتاج 4 بيضات من الحجم الكبير. هنا نخلطوا البيض، ولا تحبوا يعني تضيفوا بالبيضة، لكن انكم تخلطوه حيث تكون العملية اسهل. هنا باستعمال المضرب الكهربائي، ما نستعملوش اللي نعملوا بهم
نطلعوا بهم البيض، نستعملوا هذوما حيمدونا يعني نتيجة أحسن. ولا اللي تحب يعني بيضة تستخدم باستعمال ملعقة خشبية وتحرك بيضها حتى تديلها وقت وأيضا جهد. لهنا نحطوا العجينة تاعنا ونبداو نضربوا فيها كيما هكا. أنا قبل ما نضيفوا لها البيض هنا نبداو نضيفوا البيض على دفعات. ما نزيدوش يعني دفعة تانية تاع بيض حتى نشوفوا انها الكمية الاولى اختفت تماما وتجانست مع العجين نتاعنا، باه نضيفوا كمية اخرى تاع بيض. كما قاعدين تشوفوا لهنا بدأت تتكون يعني العجينة، لكن لهنا مازالت محتاجة بيض. هنا كملت الكمية كاملة. هذا هو القوام تاع العجين اللي نتحصلوا عليه كما قاعدين تشوفوا. اذا جاك يعني يابس اكتر من هكا تنجمي انك تزيدي بيضة، ولكن ما تعمليهاش دفعة واحدة يعني بالعقل. قدرت تديرك نصف بيضة ولا بيضة، ولا قلنا باللي راهو البيض حسب الحجم تاعو. انا استعملت 4 حبات كبار مع المكونات مع المقادير يعني هذيك. قدرت تديلك اكتر وقدرت تديلك اقل ايضا حسب نوعية الفرينة اللي خدمتي بها. انا لهنا خدمت بالفرينة سيم. كما قاعدين تشوفوا لازم تحصلوا على القوام هذا. كل ما نحرك يعني نحاول اني نهبط الجوانب هذيك باه تتخلط مليح. هنا بعد ما نكملوا يعني نحطوا البيض كامل نبقاو نخلطوا فيها مدة 5 دقائق يعني حتى تتجانس مليح. هنا هذا هو يعني الشكل اللي نتحصلوا عليه. لهنا العجينة نحطوها في طبق ونغلفوها يكون يعني ملامس للسطح، ونحطوها مشي في الثلاجة، نحطوها في المبرد مدة 20 دقيقة لهنا بتسهل لنا يعني العمل تاعها. هنا حنحطها في المبرد مدة 20 دقيقة كاملة. بعد ما خليناها بردت لهنا نخرجوها. القمع يعني استعملي وش حابة. انا استعملت قمع حجم صغير لاني حنعمل الحبات تاع ليزيكلاغ صغار. لهنا عملت الطول تاعهم 6 سنتيمتر، يعني كل واحد يعمل حسب هو وش حاب. انا حبيت انها تكون بحجم صغير. هنا نحطها في كيس الحلواني ونبداو يعني نضغطو عادي حتى تعاوننا في الخدمة، لان حطيناها في المجمد.
هنا كيما قاعدين تشوفوا طريقة التشكيل سهلة جدا. اللي ما عندهاش طابيل خاص بتاع ليزيكلير، لهنا تحكم ورق الطبخ وتعمل فيه يعني الحجم، ترسم الحجم يعني باه يخرجوا الكعب كل قد بعضاهم. لهنا ورق الطبخ حطيته في البلاطو اللي حنطيب فيه، ولصقته بالعجينه باه كي نكون نشكل ما تتحرك ليش. لهنا بعد ما كملت التشكيل تاع العجين كامل، وش حنعمل؟ حنجيب شويه ماء ونحط الاصبع تاعي في الماء ونعمل هذيك الزوائد مليح. هنا الفرن ديجا قبل ما نبدا نشكل كنت حطيته يسخن. لهنا رشوهم بشوية تاع سكر أرطب من الفوق. طريقة الطبخ تاعهم نحطوهم في الرف العالي، يعني مش المتوسط، اللي فوق منه. النار تكون فوق المتوسط، منحلوش على زيكلير تاعنا مدة 30 دقيقة كاملة، لأن لو حلينا عليهم رايحين يهبطوا مش هينشعوا. يعني هذه تاني أهم حاجة بعد كما قلنا طريقة تحضير العجين، ان نعملوهم نطيبوهم بالطريقة هذه 30 دقيقة نار فوق المتوسط، منحلوش عليهم خلاه، ومن بعديك نقصوا النار شوية ونخلوه مدة 30 دقيقة أخرى. لهنا حتدينا ما بين ساعة حتى ساعة، غير 5 ولا غير 10، كل واحد حسب يعني النوعية تاع الفرن تاعو. نخليوهم يطيبوا ومن بعديك نخليوهم يبردوا باه نبداو نخدموا بهم. لهنا الكريمه كما كنتوا قاعدين تشوفوا، لهنا الكريمه حنعملوها. واش عندنا 3 صفار بيض، وعندنا مغرف كبيره تاع سكر، عندنا الفاني، وعندنا 4 مغارف نشا، وعندنا 250 مليلتر حليب، وايضا 250 مليلتر كريم فريش، كريمه سائله. مكونات هذه نخلطوها الساحة بارد في بارد، نخلطوها مليح ومن بعد نحطوها فوق النار حتى نتعقد، ونشوفوا كيف ما نكملوا مع بعض. انا نخلطوها مليح فما تعملناش نشا هذاك ما يعملش الكعابر هذيك. لهنا انا استعملت شوكولا هديه. كي طيب الكريمه تاعنا نسحقوا 150 غرام تاع شوكولا. لهنا بعد ما عقدت الكريمه تاعنا نضيفوا لها 150 غرام شوكولا. انا استعملت شوكولا كيما اللي نعطيها لكم. نخلط مليح حتى ندوب هذيك الشوكولا مع الكريمه وتنسجم مليح، ومن بعد نحطوها في طبق ونغلفوها. كيما عبالكم ديما اي الكريمه نغلفوها لازم الغلاف يكون ملامس للسطح نتاعها باه ما تيبسش، ونحطوها في الثلاجه ومن بعد نبداو نشكلوا لي زيكلير نتاعنا. لهنا بعد ما طابولي لي زيكلير وداو اللون هدايا، انا نحب نحمرهم يعني بزياده. لهنا حيطيبولك يعني حيكونوا ناجحين، حيكونوا فاقعين. طريقه التشكيل كيف ما حتكون، نحكموا لي زيكلير نتاعنا نثقبوهم من الاسفل باه نعمروا الكريمه نتاعنا. لهنا لازم نعمروا الكريمه يعني بكميه ملاحه حتى نحسوا انها كعبت لي زيكلير، يعني بدات تتقال في يدينا، لانه الان راهي يعني خفيفه وفارغه كيما قاعدين تشوفوا. اذا حبيتوا يعني تفتحوا الكعبه بالسكين كيما موالفين يعملوا تاع بكري تنجموا، لكن الطريقه هذه حتكون احسن من ناحيه الشكل نتاعها.
هنا كي نتأكدوا انها الكريمة يعني عملت من الجهة الاولى، نعاودوا نعمروا من الجهة الثانية. يعني حتحسي لها الكعبة كي قاعدة تتعمر. هنا التزيين يعني اللي يحب انه يزينها من فوق يذوب شوكولا حسب يحب شوكولا بالحليب ولا شوكولا بيضاء، ويغطس السطح نتاعها يعني الوجه نتاعها في الشوكولا هذيك ويخليها تنشف. انا لهنا عملت تزيين بسيط جدا، عملتها بسكر ارطب من فوق. انا كما قاعدين تشوفوا. تزيين كما قاعدين تشوفوا عملتها بسكر ارطب برا. هنا حنفتحوا كعبة ليزيكلير ونشوفوا الشكل تاعها من الداخل. كما تشوفوا يعني فارغة من الداخل، حتى الكريمة يعني على تجي الحبة كاملة مليانة بالكريمة. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. ما بقى لي نقول لكم غير في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.